ميلا تايم سان سكرين اللي هو قالب مواقع الفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي كلها، الكل بيتكلم عنه. هو معمول بتقنيه كوريه تقريبا اسمها مايكرو امبلانت. هما بيقولوا عنه ان هو ضد الميه وضد التعرق، ما بيعملش خطوط بيضه، جل شفاف خالص. انا لسه اول تجربه هجربها معاكم دلوقتي، هنشوف فعلا الكلام ده كله صح ولا لا. وبرده هخرج في الشمس وعرض لبشرتي للشمس قويه، وانا بشرتي مختلطه مايله للدهنيه خصوصا في فصل الصيف. يلا بينا مع بعض نشوف الكلام ده صح ولا لا. اهلا بيكم يا حبايبي من جديد. مبدئيا ميلا تايم سان سكرين هو مش سان بلوك، هو سان سكرين. العبوه 50 جرام وانا جايباه من نون بحوالي 200 جنيه. طبعا ده كان عرض حلو قوي واستغليته واشتريته على طول. بصوا يا حبايبي، ده شكل الباكج بتاعتهم برضو، لان انا اعتبره ده مش اقتصادي. طبعا ده سان بلوك مش اقتصادي خالص. فلازم نعرف الفرق بين الاصل والتقليد لانه اكيد هيتقلد. فبصوا بقى هنا الشكل ده بارز من هنا اهو. الكتابات دي كلها بارزه، يعني لما تيجي تمرري كده صوابعك انت حاسه كده بالكتابه هنا. كان جاي لي طبعا متبرشم مقفول من هنا، وده شكل الجل نفسه. متبرشم طبعا من هنا مقفول. بحترم جدا الصن بلوك او اي كريم عامه بيكون مقفول كده، ان ده بيحافظ على مده صلاحيه الكريم او الجل. والمنتج طبعا مصري، فالباركود هو مصري. تمام، هنفتحه كده مع بعض ونشوف. مبدئيا انا مش شامله اي ريحه خالص. هنبتدي بقى نشوف الكميه اللي احنا هنحتاجها من الصن سكرين عشان نحمي بشرتنا من اشعه الشمس. اهي هي الكميه دي. لو قلتي عن الكميه دي صدقيني المنتج بتاعك مش هيعمل تاثير. تمام، هو زي ما انتم شايفين هو جل شفاف خالص، مش اي ريحه نهائي. تمام، انا هطبقه هنا كده. وزي ما قلت لكم انا بشرتي من النوع المختلط اللي بيميل للدهنيه جدا في فصل الصيف. جل خالص يا جماعه، حاسه ان هو احساسي بيه جل كده طبي. هو لغايه دلوقتي ملزق، يعني انا حاسه ان انا بحط حاجه، بطبق حاجه ملزقه على البشره. بس اهم حاجه ان هو يجف بعد كده. واهم حاجه فعلا ان انا الاقيه فعلا يكون ضد العرق ويكون ضد الميه، عشان طبعا لو انت في مصيف او في حاجه تقدري انت تستغليه طبعا وتستعمليه في المصيف. وهنشوف برضو امتصاصه على بشره الايد، على اعتبار ان بشره الايد هي بشره عاديه او جافه يعني. بصوا كده انا مبدئيا مرتاحه لاحساسه على البشره، حاسه ان هو فعلا مرطب البشره. بس هو لغايه دلوقتي 10 ثواني فاتوا هم وهو لسه في ملمس، يعني هو لسه برضو ما نشفش. فاحنا هنستنى معاه ونشوف هيجف بعد ايه بالظبط بالنسبه لانواع البشره الدهنيه والمختلطه. يحتوي على كل انواع فلاتر الحمايه زي ما قلت لكم. وكمان كاتبين عنه ان هو بيخفف اثر الندوب والبقع. ولو عندك مسام واسعه ان هو برضو بيحافظ لك على مظهرها، زي ما تقولي كده بيملأ البشره. ورجعت لكم يا بنات. مبدئيا كده انا سايباه على البشره تقريبا دلوقتي 5 دقايق، هو ناشف خالص. هو جف على فكره، يعني تقولي كده بعد دقيقه بالظبط جف خالص. حتى اللمعه الدهنيه اللي كانت موجوده هنا راحت خالص، نشف، مفيش اي ملمس، كاني مش حاطه اي حاجه خالص. ناعم كده وجلو خالص من غير ما يسيب اي دهون على البشره. بصراحه للامانه اول مره اشوف صن سكرين بالطريقه دي يعني. واللي عجبني فيه كمان ان هو بيحتوي على ماده النياسيناميد لتفتيح البشره وتوحيد اللون. وبالنسبه لاصحاب البشرات الجافه والعاديه، انا طبقت هنا على ايدي برضو. هي البشره هنا اتشربته بالكامل وبرضو لسه طريه وناعمه. طيب مبدئيا كده يا بنات انا خرجت ورجعت وعرضت بشرتي للشمس. طبعا الجو بره لا يطاق، ما قدرتش اقعد اكتر من 10 دقايق بصراحه، الجو صعب جدا. الساعه 2 الظهر دلوقتي. حسيت طبعا بعرق، عرقت. بس طبعا العرق ما اثرش لانه جل اصلا ملوش اي لون. فزي ما انتم شايفين هي منطقه، اكتر منطقه عرقت هي منطقه الجبهه عندي. بس برضو انا حاسه ان الصن بلوك او الصن سكرين ده برضو لسه محتفظ بقوامه. ما حسيتش برضو ان هو اكسد لي البشره، لان نفس لون بشرتي زي ما هو عادي. ولسه احساسي بيه كاني حاطه برايمر خفيف كده على البشره متشرب. لان المسام زي ما انتم شايفين برضو تقريبا قافل على المسام، يعني مش عامل لي اي مظهر مسام. وطبعا لا غير ولا عمل اي مظهر ابيض لانه هو اصلا لونه شفاف. السان بلوك من ميلا تايم اديله 10 من 10، لانه بصراحه انا لغايه دلوقتي ما لقيتش فيه اي عيوب خالص. لسه برضو هعمل لكم ريفيوهات تاني وهطبقه وهخرج فيه في شمس اكتر
واخرج بيه يوم كامل كده في الشمس، وهجربه برده واقول لكم تاثيره معايا ايه. اتمنى ان انتوا تجربوه، واكتبوا لي برده في الكومنتات لو انت جربتيه، او اكتبي لي برده افضل سان بلوك انت استعملتيه ايه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه عشان كل جديدها يوصل لكم باستمرار. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.